الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليسجل 50 جنيه و53 قرش في البنك الأهلي المصري. أهلا بكم في قناتكم، معكم أحدث وآخر أخبار الدولار وأسعار الصرف في البنوك المصرية. شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاع مفاجئ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50 جنيه و13 قرش للشراء، 50 جنيه و27 قرش للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50 جنيه و43 قرش للشراء، 50 جنيه و53 قرش للبيع. أما في بنك مصر سجل الدولار 50 جنيه و42 قرش للشراء، 50 جنيه و52 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 50 جنيه و38 قرش للشراء، 50 جنيه و48 قرش للبيع. واللف إن النهاردة هو التحرك السريع في سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية، خصوصا مع وصول سعر البيع ل 50 جنيه و55 قرش في البنك التجاري الدولي CIB. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. مع السلامة.